الدوج فايبر ار تي 10 موديل 2001. العربية دي لما ظهرت ما كانتش مجرد عربية رياضية، دي كانت الأفعى الأمريكية اللي جاية تلدغ أي حد يفكر ينافسها. والرد المتوحش من دوج على سيارات السوبر كار الأوروبية. الفايبر معروفة بإنها عربية خام ما فيهاش أنظمة مساعدة، ومحركها الفي 10 بسعة 8 لتر كان هو عنوان القوة وقتها. ولكن فيديو النهاردة مش مجرد تعديل عادي، فريق سوروتل هيعمل عملية نقل قلب انتحارية. دوج قررت تدعمهم بمحرك هيل كات ريد اي جبار بيطلع اكتر من 797 حصان بدون اي تعديلات، وهيسقطوا معاه فتيس تي 56 ماجنم، وده عشان القوة دي تترجم صح على الاسفلت. التحدي الحقيقي مش بس انهم يسقطوا موتور ضخم في حوض الفايبر الضيق، التحدي ان الفريق ما عندوش غير 3 اسابيع بس، وده عشان يخلصوا الوحش ده ويشاركوا بيه في سباق روت كيل نايتس. بس هل ال 21 يوم دول هيكونوا كفاية لصناعة أسرع أفعى في العالم؟ ولا الوقت هيكون خصم ليهم؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة، السلسلة اللي بنشوف فيها أغرب وأعنف تعديلات العربيات على مستوى العالم بس بطريقتنا احنا. أنا محمد حمدي، وتعالى نشوف هوس التعديل بيعمل إيه. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وطبعا ما تنساش تصلي على النبي. ويلا بينا نبدأ. الأول وقبل ما نبدأ تعالوا نتفرج على التحفة دي ونسمع صوت الفي 10 اللي موجود عليها. الفي 10 محرك صوته جميل جدا، وده إذا ما كانش الأجمل على الإطلاق. بعد اللفة الجميلة دي الفريق خد الدوج فايبر ودخلوها الجراج، وده عشان يبدأوا عملية السواب انجن. الأول فتحوا الصندوق اللي دوج بعتته ليهم. من أول نظرة هتعرف تخمن الموتور ده إيه، لوجو اس ار تي باين عليه، وده معناه إنه محرك في 8 هيل كات. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، هل محرك الهيلكات ده هيكون أقوى ولا محرك الفي 10؟ خصوصا إن الفي 10 تنافس طبيعي، لكن الفي 8 عليه سوبر تشارجر. على طول الفريق هيبدأ الشغل. أولا شالوا الكبوت. كبوت الدوج فايبر طويل جدا، وده بسبب محرك الفي 8 الطويل، فهم هيشيلوا الكبوت عشان يعرفوا يشتغلوا. بعد كده شالوا الإطارات، وبعدها شالوا الإقصام الأمامي، وشالوا فلاتر الهواء، وكمان شالوا المصابيح الأمامية. بعد كده شالوا مفصلات الكبوت، وفكوا كارترة العجل. بعدها نزلوا كل مية التبريد اللي كانت موجودة في المحرك، وكمان نزلوا زيت المحرك. بعد كده اشتغلوا على الواجهة الأمامية. أولا فكوا الريديتير وشالوا الجزء الأمامي من الشاسيه. بعد كده فكوا كل الوصلات اللي في المحرك، وبعدها فكوا كل القواعد اللي ماسكة محرك الفي 10، وكمان شالوا الكونسول الوسطي، وده عشان يعرفوا يخرجوا الفتيس من مكانه. بعد كده فكوا الفتيس ونزلوه واحدة واحدة. العربية دلوقتي ملامحها مش باينة، ولسه كمان لما محرك الفي 10 يخرج. بعد كده ربطوا المحرك كويس من فوق وجهزوا الرافعة عشان يرفعوه من حوض المحرك. على طول بدأوا يرفعوه واحدة واحدة. محرك الفي 10 عملاق جدا، ولازم يتعاملوا معاه بحرص عشان ما يحصلش معاهم نفس اللي حصل في فيديو تصليح لفريرة ستروسا. بكده يبقى خلاص مهمة محرك الفي 10 خلصت، وحوض المحرك بقى فاضي وجاهز ان يتركب عليه محرك الفي 8. على طول رفعوا محرك الفي 8 باستخدام الرافعة، وجابوا فتيس التي 56 ماجنم الست سرعات، وبدأوا يركبوه مع المحرك. على طول ركبوه وربطوا كل المسامير بتاعته، وبكده يبقى المحرك بالفتيس جاهزين انهم يركبوا على الفايبر. بس هل انت مفكر الموضوع سهل كده؟ اكيد لا. قواعد محرك الفي 8 والفتيس الجديد مش زي قواعد المحرك الفي 10. محرك الفي 10 طويل، ولكن محرك الفي 8 اعرض، فعلى طول خدوا محرك الفي 8 ونزلوه في حوض الفايبر. بس طبعا مش هينزل الاخر، وده لحد ما نشوف هيعملوا ايه في القواعد دي. الاول ربطوا الفتيس في مكانه في شاسيه. الجزء ده بسيط وبياخد اي فتيس، ولكن كان في قطعه لازم تتعدل. على طول خدوها عشان يعدلوها، وغيروا مكان الفتحه اللي بيركب فيها مسمار الفتيس. بعد كده ركبوها مكانها. نيجي بقى لتثبيت المحرك. الأول بيحطوا على المحرك جهاز الميلان، وده عشان يتأكدوا إنه مستوي تماما. بعد كده هيبدأوا يسندوا المحرك من تحت بقطعة من الخشب، وهياخدوا الطول بين القاعدة اللي في المحرك والشاسيه، وهيعلم على قطعة شيت حديد. بعد كده هيقطعوها المنشار، وهينعموا الحواف على المبرد. بعد كده هيشوفوا ايه اللي محتاج يتعدل فيها، وبيعلم على كل الأجزاء اللي محتاجة تتشال وبيشيلهم. الطريقة دي نقدر نسميها تراي اند ايرور، يعني جرب وشوف الأخطاء فين وصلحها. وزي ما انتوا شايفين ده الشكل اللي خلاص هيعتمدوه. على طول هيعملوا واحد تاني زيه للجهة التانية، وهياخدوا قواعد المحرك الأصلية وهيظبطوها عشان تركب عليه. وبعد شوية تقطيع والحماك كتير أخيرا بيوصلوا للقطعة النهائية، القطعة اللي هتشيل محرك الهليكات. وزي ما انتوا شايفين دي القواعد الجديدة للمحرك. طبعا هو لحم شوية دعامات عشان تكون قوية. على طول هياخد القواعد الجديدة وهيركبها في المحرك، وزي ما انتوا شايفين ده شكلها. بعد كده هيبدأ ينزل المحرك واحدة واحدة لحد ما القواعد الجديدة تنزل مكانها في الشاسيه.
بعد كده بينزلوا المحرك وبيشوفوا ميزان الميلان وبيلاقوا ان المحرك مستوي تماما، وده شيء كويس جدا. ولكن طبعا اي عملية سواب انجن لازم يجي معاها مشاكل كتير. تاني مشكلة قابلتهم وهي كارتيرة الزيت. كارتيرة الزيت طويلة جدا على شاسيه العربية وممكن تخبط في الأرض، فعشان كده قرروا إنهم هيغيروها وجابوا كارتيرة تانية جديدة متعدلة، وده لأنها تنقل مجمع الزيت من قدام لورا. على طول بدأ يفك مسامير الكارتيرة الطويلة، ولكن وهو بيشيلها ما عملش حساب الزيت والزيت غرق المكان. طبعا هما بيحاولوا إنهم يشيلوها بحرص، ولكن الزيت برضه وقع على الأرض. بعد كده جابوا مصفاة الزيت الجديدة اللي بتكون متوجهة لورا، وده لأن زي ما قلت لكم الكارتيرة الجديدة مجمع الزيت فيها هيكون ورا. بعد كده جابوا كارتيرة الزيت الجديدة وركبوها. طبعا الخطوة دي ضرورية جدا عشان يضمنوا إن المحرك يركب في مكانه من غير ما يلمس أي أجزاء من الشاسيه. ندخل بقى على الجزء اللي بعد كده وهو تعديل نظام الوقود. نظام الوقود اللي هيتركب في المشروع ده ملوش حل. الفريق جاب نظام وقود كامل من ديت شورس، وده بدل ما يعدلوا على التانك الأصلي اللي موجود في الفايبر، لا، جابوا تانك تاني صغير ينفع للسباقات، وهم صنعوا حامل ليه عشان يركب في الشنطة. كل ده عشان يضمنوا إن الموتور يتغذى ببنزين بانتظام تحت أي ظرف. على طول بدأ يجهزوا السيستم وعملوا فتحة في الشنطة من ورا وركبوا التانك فيه باستخدام الحمل اللي صنعوه. بعد كده بدأوا يجهزوا الوصلات بتاعة البنزين وعملوا فتحات في العربية عشان الوصلات دي تمشي فيها. بعد كده جهزوا ترمبة البنزين والعوامة وركبوهم في التانك. بعد كده جابوا كل وصلات البنزين وبدأوا يظبطوها على قد المسافات المظبوطة، كل ده عشان يخففوا في وزن العربية على قد ما يقدروا، وكمان ده الشغل الصح. بعد ما خلصوا ركبوا الوصلات في التانك، كل الوصلات بقت جاهزة وخلصت بكل احترافية. بعد كده بيطلعوا المحرك من العربية، وده عشان يركبوا فيه كل الوصلات زي وصلات البنزين والبوجيهات ووصلات الاي سي يو. على طول بيبدأوا توصيل كل حاجة، وبعد شوية شغل طويل بيخلصوا توصيل الضفيرة. وهنا هما بيقولوا انهم عاوزين يركبوا الاي سي يو في الجنب التاني للسواق، وده لانهم عندهم مساحة كبيرة وكمان اسلاك الضفيرة مرنة معاهم في الحركة. زي ما انتوا شايفين هو بيرجع وبيجيب معاه الاي سي يو، وده نفس الاي سي يو اللي ويستن استخدمه عشان يعمل تيوننج مستريح للتشالنجر. ولكن هنا الموضوع مختلف شوية لانهم عاوزين يركبوه في حوض الموتور، وده طبعا هيكون خطر شوية لان الحوض بيكون سخن مع تشغيل المحرك لفترات طويلة، خصوصا لو كانت عربية سباق. عشان كده بيعملوا قاعدة تثبيت للاي سي يو بعيدة شوية عن المحرك. على طول بيعلم على قطعة شيت وبيعمل القاعدة، بعد كده بياخدها وبيثبت عليها الاي سي يو وبيثبتهم في حوض المحرك تحديدا تحت المساحات. ندخل بقى على الجزء اللي بعد كده واللي هيكون عبارة عن مشكلة برضه، وهي تغيير دواسة الوقود الميكانيكية اللي دواسة وقود إلكترونية. الدواسة المفروض إنها تتركب في المكان ده، بس طبعا ده بعد ما يشيلوا الدواسة القديمة. طبعا انت اكيد بتسأل نفسك ازاي تغيير الدواسة هيعمل مشكلة. دلوقتي هنشوف. الأول بيعمل قاعدة عشان يثبت فيها الدواسة، وده عشان تكون مايلة شوية لتحت. طيب حلو قوي الكلام ده. عايز اقولك ان القطعة اللي في ايده دلوقتي هو عدل عليها 35 مرة، وحرفيا ده اللي باقي من الدواسة. كل ده عشان الدواسة تكون مناسبة بعد شغل طويل وتعديلات كتير. ده بيكون شكل الدواسة النهائي، فعلا شكلها بقى مناسب وكمان شغالة بكل كفاءة. بعد ما الفريق ركب ضفيرة المحرك على طول خدوا المحرك وركبوه تاني في العربية. بعد كده ركبوا الدرايف شيفت في الفتيس، والدرايف شافت طلع مطابق ومحتاجش تعديلات. بكده هو يقدر يكمل توصيل باقي وصلات الوقود للمحرك وكمان يحط الفلتر. ولكن الأول تعالوا نشوف شركة سي اس اف بعتت لهم ايه. سي اس اف بعتت لهم كل المبردات اللي يحتاجوها. على طول خدوا المبردات دي وبدأوا يركبوها على الحامل بتاعها. طبعا هي مش مصممة عشان تركب على شاسيه الفايبر، عشان كده عدلوا عليه عشان المبردات تركب بسهولة. طبعا الكلام ده اتعمل لكل المبردات كبير وصغير، وزي ما انتم شايفين ده مبرد الزيت بعد ما اتثبت في اطار تدعيم الشاسيه. الخطوة اللي بعد كده هي تركيب اطار التدعيم ده مكانه في السيارة من قدام، وتركيب كل وصلات الزيت عشان يتأكد ان كل حاجة تمام. على طول خدوهم وركبوهم وركب كل الوصلات بتاعتهم. بعد كده خدوا العربية وشحنوها، وده عشان تروح لشركة ماجنا فلو. اظن كلنا سمعنا الاسم من قبل كده. ماجنا فلو هي شركة متخصصة في عمل أنظمة العوادم المعدلة، وبالبلدي الشكمانات المعدلة. فهم ودوا العربية هناك عشان الشركة تعمل لهم نظام عادم يكون ملائم مع المحرك الجديد. بعد شوية وقت فريق ماجنا فلو خلص شغل في نظام العادم، وزي ما انتم شايفين الهيدرز هنا صغيرة جدا، وده عشان المساحة أصلا كانت صغيرة. عامة فريق سروتل كانوا مفكرين إنهم هيخلوه ستريب بايب مباشر، ولكن المساحة ما كانتش مساعدة. المهم نرجع بقى للورشة لأن لسه في شغل كتير.
على طول حملوا العربية ورجعوها، وأول حاجة عملوها إنهم شالوا المساعدين القدام من نظام التعليق الخلفي، وده لأنهم جابوا مساعدين جداد هيكونوا أفضل في السباق. على طول شالوا القواعد من المساعدين القديمة، المهمة دي صعبة شوية لأنها بتكون متركبة بقوة. بعد كده بيجيب المساعد الجديد ويركبه في القاعدة دي. بعد ما خلص خد المساعدين وركبهم مكانهم في العربية، وربط المسامير وقفل كل حاجة. نفس الكلام شال المساعد الأمامي، بس ده بيتركب على طول من غير تغيير أي حاجة. المساعدين في الفايبر تحس إنهم شبه بتوع الموتوسيكلات، وعلى فكرة أنا بفضل الطريقة دي عن الطرق العادية لأنها بتكون أسهل في التغيير والتعديل. وبكده يبقى نظام التعديل اتعدل وبقى جاهز إنه يخلي العربية تطير على التراك. بس يا ترى بعد ما العربية تطير مين اللي هيوقفها؟ عشان كده عدلوا على نظام الفرامل، جابوا ديسكات فرامل خلفية جديدة ومعاها كاليبرز من وايل وود. على طول هيبدأوا تعديل الفرامل. أولا قطع الجزء اللي بيمسك الكاليبرز القديمة، وده لأنه مش مطابق مع الكاليبرز الجديدة، وجاب الجزء الجديد وركبه من ورا. بعد كده ركب ديسك الفرامل، وبعدها ركب الكاليبرز مكانها. بعد كده انتقل للفرامل الأمامية. الأول شال الكاليبرز والديسك، بعد كده ركب الديسك الجديد واللي طبعا بيكون أكبر من اللي ورا، وكمان غير التيل الخلفي. وبكده يبقى تم التعديل على نظام الفرامل. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، وهي الاطارات الجديده. العربيه دي معموله عشان تسابق سباق دراج ريس، عشان كده جابوا جنود ضخمه مع كاوتشات عريضه جدا. العجل ده كانه بالونات من كتر عرضه، وطبعا ده المطلوب عشان يقدر ينقل الأحصنة دي من المحرك للأرض، وده من غير ما الكاوتش يفرك في مكانه. على طول خدوا العجل وركبوه في العربية. المنظر بقى متوحش جدا. طبعا الجنوط الأمامية بتكون بنفس الشكل، ولكن بتبقى جنوط عادية. بعد كده خدوا العربية وخرجوها، وده عشان يعرفوا يجمعوا المحرك ويعدلوه صح. الأول ركبوا الفلاي ويل، بعد كده جابوا الكلاتش وركبوه. الكلاتش ده معدل عشان يستحمل الأحصنة اللي المحرك هيخرجها. بعد كده شالوا السوبر تشارجر وبدأوا يفكوا فيه، كل ده عشان يفكوا القطعة الصغيرة دي وهي بكرة السوبر تشارجر، وده عشان هيركبوا بكرة أصغر. وزي ما انتوا عارفين بكرة أصغر يعني دوران أسرع، يعني بوست أعلى وقوة أعلى للمحرك. على طول ركبوا البكرة الصغيرة ورجعوا جمعوا السوبر تشارجر كله تاني. لو عاوز تعرف السوبر تشارجر بيشتغل ازاي يبقى شوف الفيديو ده، هيظهر لك في اخر الفيديو. بعد كده خدوا السوبر تشارجر وركبوه على المحرك، وطبعا عشان المحرك يقدر يوازن نسبة الهواء مع الوقود جابوا رشاشات جديدة 1100 سي سي ضخمة. الرشاشات دي تحفة فنية وهتضمن ان نسبة الهواء مع الوقود تكون مظبوطة جدا، وده لما السوبر تشارجر يفتح على اعلى بوست. على طول ركبوا الرشاشات الجديدة، وفي النهاية ركبوا المحرك والفتيس في العربية لآخر مرة. بجد التعديلات دي متعبة جدا. الفيديوهات دي ممكن تكون بالنسبة لكم سهلة، بس في الحقيقة الموضوع ده بياخد وقت طويل جدا. بعد ما ركبوا المحرك والفتيس في العربية ركبوا المبردات والدينامو، ووصلوا وصلات الكهرباء كلها في المحرك، وكمان وصلات الاي سي يو. بعد كده جهزوا فلتر الزيت عشان يركبوه، بس الاول حطوا فيه زيت، وده لان ما ينفعش يتركب وهو جاف. على طول ركبوه وحطوا زيت للمحرك. بعد كده جمعوا العربية من قدام وركبوا ريديتير المحرك وحطوا وراه المروحة بتاعته. بعد كده عملوا قاع للمحرك مخصوص وركبوها مكانها، ووصلوا وصلات التبريد. بعد كده حطوا مية التبريد الحمراء وزودوا زيت الفرامل، وبكده يبقى المحرك ركب مكانه ووصلات الكهرباء ركبت، وكمان وصلات الوقود والتبريد وصلت. بكده يبقوا جاهزين انهم يشغلوا المحرك. على طول وصلوا جهاز بيعمل تتوينه لكل الحاجات اللي في العربيه لوحده. بعد ما الجهاز بيخلص التتوينه كده تبقى العربيه بقت جاهزه للتشغيل. تعالوا نشوف اول تشغيله لمحرك الهيلكات ريد اي. من اول تكه المحرك اشتغل بكل سلاسه. صوت الهلكات في شاسيه الفايبر حاجه تجنن. بعد كده بداوا تجميع في باقي العربيه. اول حاجه ركبوا المصابيح الاماميه، بعد كده ركبوا الاكسدام الامامي وجابوا قطعه شيت وظبطوها عشان تقفل العربيه من تحت. بعد كده ركبوها مكانها بالمسامير وجابوا الكبوت وركبوه مكانه، وطبعا عشان القفعة دي تكون أشرس جابوا استيكرات. على طول لزقوا كل الاستيكرات مكانها، وأكتر واحد عجبني هو لوجو ريد آي، وكمان حطوا ستيكر من الجنب لون رمادي وعليه كل استيكرات شركات التعديل. بجد شكله جميل جدا. وطبعا الأهم من كل ده هو لوجو ثروتل. بكده تبقى الفايبر هيل كات جاهزة إنها تكسر الدنيا في ديترويت. وزي ما شفنا في فيديو ويستن مع التشارجر 1500 حصان، الفايبر هي العربية الوحيدة اللي كانت قادرة تنافسه. طبعا الكلام ده مش لأليكس، غير كده الفايبر كانت مولعة الدنيا. في النهاية فريق ثروتل أثبت إن الهيبة مش بس في شكل العربية، الهيبة في المجهود الجبار اللي اتعمل عشان القفعة دي تلدغ الكل بمحرك الهيلكات الجديد. تعديل زي ده في 3 أسابيع بس هو معجزة هندسية، من تصنيع القواعد لحد تظبيط دواسة البنزين. كل مسمار في العربية دي وراه حكاية وسهر وتعب.
دلوقتي السؤال ليكم، لو قدامكم الاختيار هتفضلوا الفايبر بمحرك الفي 10 الأصلي ولا بمحرك الهيلكات ريد اي اللي بتكنولوجيا أجدد مع السوبر تشارجر؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي ليه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتركوا في القناة عشان نكبر عيلتنا ونوصل لعشاق التعديل في كل مكان، وما تنساش تشوف الفيديوهات دي عشان هتعجبك جدا. وعلى فكرة الفيديو اللي على اليمين ده انا شرحت لكم فيه كل حاجة عن التربو والسوبر تشارجر. ولو انت بقى بتحب فيديوهات التصليح فالفيراري تستروسا دي قفلت اللعبة، وده لان محركها كان تقيل جدا. مش هحرق عليكم كتير، كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.